السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم أحمد من قناة أمير العراق. اليوم راح نسوي لكم مدفع. وقبل لا نبدأ يا شباب وبنات أريد تضغطون لايك وتشتركوا بالقناة وخلي نوصل هذا الفيديو ل100 ألف لايك، وانتوا تقدرون توصلوها يا أساطير يا جيش الأساطير. وما أحب أطول عليكم مقدمة وخلينا نبدأ. وهسه راح نسوي المدفع هنا. اول شي ناخذ الاغراض، نجي ناخذ الفنس وناخذ الاسلاب. هذا الاسلاب ناخذهم وناخذ بلوك، وناخذ باكت ماي، وناخذ خيط الريدستون، شمعة الريدستون والدقمة، وناخذ هذا اللي يضرب، وناخذ هذا الستون سلايم، وناخذ هذا، وناخذ البرش بليد. وهسه اول شي نحط المدفع من هاي الجهة 3 ونندار مسافة بلوكة بيناتهم، نحط 3 ونجي نحط هنا 1 ونفتر نفس الشكل، ونحط 1 ونرجع نحط هنا بلوك ونرتفع بلوك. نفلش هذه اول وحدة ونفلش هاي، نجي نحط الستون ونفلش هاي الفوق، ونرجع نحط هنا همين ستون السلايم، ونحط بلوكه ونحط دقمة. صار عندنا هذا الشكل. ونجي من هنا يا شباب وبنات نحط هنا 3 بلوكات، وناخذ الشمع والريدستون ونحط فوقاته بلوكات بهذا الشكل، ونحط همين الدقمة، ونحط الخيط الريدستون راح يقوم يعلق ويطفى، ونطفي الدقمة. ونجي من هنا نفلش هاي البلوكة ونحط الفنس، ونحط هنا قدام البرش بليت هاي الدقمة. ما يعرف البرش بليت، اذا كان عندك باب حديد بس تدوس عليه راح ينفتح. شوفوا، نجي نحط من هنا باقة مي، صار عندنا هذا الشكل. ونحط هنا سلاب، ونحط هنا من سلاب هذا الشكل، ونحط هنا ريدستون، نحط بس 2، ونحط هنا هذا بس لو اعرف اسمه. نحط هذا هنا وهذا هنا، ونحط هنا ريدستون، نقص ونحط وصار عندنا هذا الشكل. ونحط TNT على كل المدافع الموجودة هنا حتى يصير عندنا المدفع. راح احط TNT يا شباب وبنات وارجع لكم. وهسه حطينا كل TNT يا شباب وبنات، وهسه صار عندنا المدفع بهذا الشكل. راح نعلقه ونشوف اذا صار او ما صار. 1 2 3 نعلق هاي الدقمة، وبعدين نعلق هاي الدقمة. والله صار يا شباب بنا نشوف المدفع الاسطوري ما شاء الله. مثل على TNT مفجرات والله صار. خلينا نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا شباب وبنات.
إذا عجبكم لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات. مع السلامة.